في التراث الشعبي الجزائري برزت شخصية غامضة ومثيرة للجدل في القصص والحكايات القديمة. شخصية عرفت بالخبث والمكر، شخصية كل من سمع باسمها ارتبطت عنده بالفتنة والشر. إنها الستوت. يا ترى من هي الستوت؟ الستوت امرأة مسنة مخيفة المظهر، حاجبها منقوط، أسنانها مكسرة، وشعرها أشهب. مجرد النظر إليها يكفي لبث الرعب في النفوس. لكن خطورتها لم تكن في مظهرها فقط، بل في صفاتها، فهي نمامة كذابة لا تهدأ حتى تزرع الفتنة بين الأحبة وتحول الإخوة إلى غرباء. إذا دخلت مجلساً فرقت الجمع، وإذا زارت بيتاً هرب أهله منها كما يهرب من الوباء. ولشدة خبثها حكي في الأساطير أنها حبست إبليس في قارورة، أغلقتها ورمته في البحر، فحتى الشيطان نفسه وقف عاجزاً أمام دهائها. أما عن أصل كلمة ستوت، فالستوت كلمة جزائرية متداولة ومؤنثها ستوتة، ويقال إنه جاء من عبارة عجوز الستات، ثم تحولت في اللسان الشعبي إلى ستوت ليسهل نطقها. وهذه الشخصية لم تقتصر على الجزائر فقط، بل نجدها في قصص كثيرة من المغرب العربي كليبيا والمغرب أيضاً. في الحكايات الشعبية كانت الستوتة تجسد الشر والمكر، رمز الفتنة والفساد الاجتماعي. من أشهر القصص الجزائرية عنها حكاية عجوز استطاعت بمكائدها أن تزرع الفوضى في قرية كاملة. وفي قصة أخرى نجحت بدهائها في خداع القاضي والتاجر والحمال، حتى صارت قصتها مضرب مثل بين الناس. الستوت ليست مجرد عجوز شريرة في الحكايات، بل رمز متجذر في المخيال الشعبي الجزائري، رمز يحذر الناس من خطورة النميمة والخداع، ومن كل من يسعى لزرع الفتنة بين القلوب.